بيان إلى الرأي العام. منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 تحرك الكرد في روج آفا بشكل أكثر استراتيجية لضمان حقوقهم وحقوق كل المكونات الأخرى، وقد تمكنوا من بناء نموذج للحياة الديمقراطية الحرة يشمل جميع مكونات المنطقة. كان هذا التوجه واضحا للقوى الدولية بما في ذلك دولة الاحتلال التركي التي سعت منذ بداية الثورة إلى إفشال هذا المشروع الديمقراطي عبر دعم الجماعات الراديكالية المتطرفة مثل جبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة، واستهداف المدنيين في القرى والمدن لضرب إرادة الشعوب. ومنذ أن اندلعت شرارة ثورة 19 تموز من عام 2012 في مدينة كوباني شكلت عقدة للدولة التركية التي حاولت تجيش هذه الجماعات الإرهابية ومدها بكل وسائل الدعم لوقف مسيرة الحرية التي انطلقت من كوباني. وفي عام 2014 هاجم تنظيم الدولة الإسلامية داعش الكرد في سوريا والعراق بدعم من تركيا على أمام مرأى العالم، وقد ارتكبت مجازر بشعة في شنغال لتكون رسالة إلى روج آفا وشعبها الآمن والطواق للحرية. وفي 15 سبتمبر من العام ذاته بتوجيه من تركيا حاصر داعش مدينة كوباني وبدأ بقصف القرى والبلدات بأثقل أنواع الأسلحة، شرد المدنيين والأطفال وتمكن من احتلال كافة القرى وأجزاء كبيرة من المدينة. وأصبحت دولة الاحتلال التركي وعلى لسان رئيسها أردوغان تراهن على سقوط كوباني، إلى أن وحدات حماية الشعب والمرأة قاومت بأسلحتها الخفيفة بوجه تلك القوى الظلامية وتمكنت من كسر شوكة داعش في مدينة كوباني بعد 134 يوما من المقاومة الأسطورية، لتصبح بداية لانطلاقة جديدة لشعب شمال وشرق سوريا لتحرير كافة المناطق من إرهاب داعش من الرقة ومنبج وصولا إلى آخر معقل لها في الباغوز. رغم ذلك لم تستطع تركيا تحقيق ما تطمع إليه في المنطقة، وواجهت مقاومة أبنائها الذين أثبتوا أنهم متمسكون بأرضهم وفكرهم نحو الديمقراطية والعيش المشترك. لذا بدأت تركيا بشن حرب خاصة واستهداف البنى التحتية والمنشآت الخدمية، ومن ثم دخلت الحرب بشكل مباشر ضد أبناء المنطقة في شمال وشرق سوريا عبر احتلالات بدأتها بجرابلس ثم عفرين وطل أبيض وسريكانية، ومحاولة توجيه ضربات إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية وتجريد شعبها من المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل تضحيات أبنائها وتخويف الأهالي وإفراغ المنطقة من السكان، إضافة إلى شن الهجمات على المدنيين والعسكريين بطائرات مسيرة والتي تستهدف كل الذين ساهموا في دحر داعش من الشخصيات الوطنية والمناضلة، وخاصة المرأة التي أصبحت رمزا لانتصارات شعبنا. إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الفرات نستذكر الذكرى السنوية العاشرة للهجوم الإرهابي على شعبنا والبطولة التي أبداها مقاتلو ياباكي وياباجي ضد تلك القوى التكفيرية الإرهابية، ونناشد المجتمع الدولي والدول الضامنة بالوقوف في وجه ممارسات دولة الاحتلال التركي لمنع حدوث مثل هذه الجرائم، وكما نعاهد شعبنا بالوقوف إلى جانب قواتنا قوات سوريا الديمقراطية بوجه جميع القوى التي تضرب الأمن والاستقرار التي ينعم بها شمال وشرق سوريا. وكلنا ثقة بأن التاريخ لن يرجع إلى الوراء، وستصبح الإدارة الذاتية رمزا للإخاء والتشارك، وستصبح نموذجا للحل في كل سوريا وعلى أساس التعددية واللامركزية. ونتذكر في هذا اليوم شهداءنا الميامين الذين قدموا الروح قربانا لحرية شعبنا وكرامته، وكذلك الأبطال المقاومين الأحياء من قوات سوريا الديمقراطية رمز عزتنا وحمايتنا واستقرارنا. كوباني 15/9/2024. برخادان جيانا برخادان جيانا برخادان بوم ديجي ساروك بوم ديجي ساروك